مساء الفل. جات عليا فترة كنت ملاحظة إن أنا مش قادرة أعيش من غير صراع، والصراع ده بيبقى قاسمني نصين. بحس إن أنا مش قادرة أكمل في حاجة، أروح في حتة كويسة ألاقي نفسي برجع نفسي للأنماط اللي بتأذيني، ولما أرجع للأنماط اللي بتأذيني أقول لنفسي ياه شفتي ما كنتش واخدة بالك من نفسك ده كان حلو ازاي. دايما بحن للي مش معايا دلوقتي بغض النظر عن هو ايه، دايما مشغولة باللي ناقص، فبالتالي مش عارفة استمتع باللحظة دي اللي هي فيها كل حاجة مظبوطة بالملي. فبالتالي برضو دايما الاستمتاع مؤجل، دايما السعادة مؤجلة. في الشغل نفس الكلام، اخد اجازة عايزة انط الايام عشان ارجع للشغل، ارجع واتسحل الاقيني بجري عايزة اجري الاسبوع عشان الاجازة تيجي. يمكن عشان ما عنديش الوان، انا دايرة بين الابيض والاسود، مش عارفة، ممكن. مفيش شكل للسعادة، دايما عقلي بيبقى راسم صورة السعادة المفروض يكون شكلها كده، وشكلها كده ده حاجة في المستقبل، مش حاجة حاصلة دلوقتي بأي شكل من الأشكال. يعني مثلا أنا شايفة إن الحياة هتبقى سعيدة أو عائشة هتبقى سعيدة لما الحياة ما يكونش فيها فصل الصيف. أوكي، فأنا حاطة شرط مستحيل للسعادة. أو عائشة هتكون سعيدة لما تتجوز شخص بيحبها جدا. أنا حطيت شرط، ما بفكرش عائشة دلوقتي حالا لو بصت على ايه هتبقى سعيدة دلوقتي حالا حالا اللي انا بكلمكم فيه. لو عملت ايه هتبقى بتساعد نفسها، لو عملت ايه هتبقى مرتاحة. فبدل ما اتسحل فهيحصل ايه قدام، او احط شروط للحالة اللي انا هبقى فيها سعيدة مع ان ما عنديش ادنى فكرة عن ده. يعني محدش قالي لما تعملي ده تبقي سعيدة. انا متصورة ان في لحظة ما في المستقبل انا هعثر على السعادة، والسعادة بالمناسبة مش شيء اعثر عليه، هو شيء موجود، بس الشيء انا بقرره. انا بقرر ان انا هعمل ده عشان ده اللي هيخليني سعيدة دلوقتي. مش هقعد اتخيل المستقبل فيه ايه عشان اقول لنفسي انه ده لما يحصل هبقى سعيدة، او ارجع للماضي وافكر في الاوقات اللي انا كنت سعيدة فيها واتحسر عليها. انتوا عارفين ده بيعمل ايه؟ ده بيضيع اللحظة الحالية اللي أنا لو دورت فيها على حاجة فعلا تتعمل دلوقتي هلاقي، وهبقى سعيدة ومنسجمة ومزقططة. فالفكرة مش في السعادة نفسها، الفكرة في المنتاليتي، أنا إزاي شايفة ده. فبدل ما أكون بسعى في سراب، أو بدل ما أحط شروط مستحيلة للسعادة، أنا ببساطة بحتاج أسأل نفسي عائشة ايه اللي تقدري تعمليه دلوقتي يكون بيساعدك، وايه اللي موجود حواليكي دلوقتي مسبب لك سعادة. يعني النهاردة كان في تجمع عائلي كبير جدا، والبيت ما شاء الله كان فيه رقم من البني ادمين، وانا كنت حاسة ان انا مستنية اللحظة اللي البيت هيفضى فيها وابقى بنام بقى براحتي في الأوضة لوحدي، وعندي privacy اغلب الوقت، والشغل ماشي كويس، وعندي روتين، والحاجات اللي هي في العادي بتبقى مملة بالنسبة لي ومش عاجباني. بس الكونسبت في ان انا شايفة ان لما الناس تمشي او لما البيت يهدى انا هبقى مرتاحة وهبقى سعيدة. فطول الوقت انا بعمل ايه؟ انا مستنية لحظة النهاية. طب البروسيس يا فندم، الاحداث، المشاعر، الحاجات دي كلها، لا دي انا بعملها سكيب وبعيش في اللحظة اللي ده هيحصل فيها. والمفاجأة ان لما ده بيحصل انا مبقاش سعيدة، انا ببقى حاسة بالوحدة وحاسة بالافتقاد، وبحس ان انا في حالة من الحداد كده، وبحس بالفراغ. بتجيلي مشاعر مؤلمة جدا بعد التجمعات الكبيرة اللي بتستمر لفترة من الزمن. فأنا حطيت شرط إن أنا عائشة هتبقى سعيدة لما البيت يكون هادي. اوكي، بس لو انا فكرت انه عائشة دلوقتي هتبقى سعيدة لو بصت في وش كل حد من الناس اللي قاعدين اللي هي بتحبهم وحفظت ملامحهم، او لو حد ضحك ضحكة وهي ضحكت عليها، او احس وافتكر واستشعر ان كل ده من نعمة ربنا، وان الناس اللي انا بحبهم بخير. او افكر في حاجة تانية، ان انا ممكن اقوم دلوقتي اقدم خدمة لحد يكون محتاجها تسعده فتسعدني، فابقى عملت حاجة دلوقتي حلو. ان انا اشيك على 3 هدايا ربنا عطيهم لي دلوقتي، وده مش سهل على فكرة، ده حقيقي مش سهل. لان لو انا متعودة طول حياتي ان انا اكون بدور برايا وفي زمن غير اللي انا فيه، انا عمري ما هلاقي سعادة. اوكي دور براحتك بس مش هتلاقي حاجة. عارف زي ايه؟ في كده في سبيتش حضرتها لحد يعني بيتكلم حلو قوي في الموضوع ده، ودي personal experience بتاعته.
بس أنا غير مُصرّح ليّا إن أنا أقول اسمه، فقال إنه كإنه وقع منّك عقد ألماظ والعقد ده وقع في القاهرة وأنت بتدوّر عليه في السلّوم، فدوّر براحتك، فصّص السلّوم حتّة، حتّة وشارع، شارع وزنجة، زنجة، مش هتلاقي لإن العقد في القاهرة، فأنت بتدوّر في المكان الغلط، في الزمان الغلط، الماضي والمستقبل زمن غلط، ما فيهوش سعادة، ما فيهوش استقرار، ما فيهوش سكينة، اللحظة دي والثانية دي والمكان ده فيه سعادة، فأنت محتاج تلاقيها، مش محتاج تخترع سعادة في المستقبل تحط نفسك في القالب بتاعها، ولا محتاج تستجلب لحظات كنت سعيد فيها في الماضي وتدوّر عليها هناك، إنه لو كان كذا حصل. ما هو لو بس فلان ده ما سابنيش، ما هو لو بس عندي أب وأم غير دول، ما هو لو بس مش عارف إيه، فأنا مش هاوصل لحاجة، الأفكار دي فعلًا، فعلًا ما وصّلتنيش لحاجة، في الآخر هابقى باعاني، هابقى حاسس بالاضطهاد، هيبقى عندي شفقة على نفسي، هابقى في حتّة وحشة جدًا، فليه أعمل ده في حين إن أنا عندي حاجة تانية أقدر أعملها؟ بس كده.